يا صباح الفل. بقولك ايه، من الاخر، عايزاه يحب يخرج معاكي ويكلمك على طول وباستمرار، عايزاه يهتم بيكي زياده شويه، عايزاه كل شويه يقولك انا عايزه اشوفك عايزه اشوفك عايزه اشوفك. الفيديو ده ليكي. انا مريم عوزه، دي قناتي. لو انت اول مره تشوفيني، منوره الدنيا كلها. ما تنسيش تعملي لي لايك، شير، سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديده. يلا بينا نبتدي بسرعه. اول حاجه، عشان يحب يشوفك، عشان يحب يخرج معاكي، لازم تبقي حلوه. مفيش راجل في الدنيا هيخرج مع واحده مش شايفها حلوه. الجمال ملوش مقياس. مفيش حاجه اسمها انا بيضه فانا حلوه، انا عينيا ملونه فانا حلوه، انا سوده فانا وحشه، انا عينيا سمراء فانا وحشه. الجمال ملوش مقياس. الجمال ملوش مقياس. انتي حلوه في كل احوالك. لونك مش هيتغير، بشرتك مش هتتغير، شعرك مش هيتغير، بس انك تهتمي بنفسك. انا ما بطلبش منك حاجه غريبه، انك تهتمي بنفسك، تهتمي بشكلك، بريحتك، بشعرك، بطرحتك، بلبسك، بستايلك. هدومك تبقى مكويه مش مكرمشه، مش صعبة. لبسك يبقى مهندم منظم، شكلك يبقى حلو، وشك يبقى نضر. مش المهم انك تكوني بيضة او سمراء، المهم ان يكون وشك حلو، اني ارتاح وانا شايفاكي، ارتاح وانا بكلمك. للأسف الرجالة بتحب دايما تدور على واحدة تكون الواجهة الاجتماعية ليهم. انت بتبقي واجهته الاجتماعية، فعشان كده لو انت مش مهتمية بنفسك، ما بتظهريش جمالك، مش هينجذب ليكي. تاني نقطة، اتكلمي في مواضيع تهمكم انتوا الاتنين سوا. يعني اهتماماتكم افلام، تتكلموا انتوا الاتنين في مجال الافلام. اهتماماتكم مزيكا، تتكلموا انتوا الاتنين في مجال المزيكا. اتكلمي في مواضيع تجذبكم انتوا الاتنين سوا. ما تتكلميش في حاجه تخصك انت لوحدك او حاجه تخصه هو لوحده، لان كده الموضوع مش هيبقى جذاب. لكن لو اتكلمتوا في مجال هو بيحبه ومهتم بيه وانت كمان بتحبيه، فهتلاقي ان الكلام متنوع وحلو ولطيف وما بيخلص. تالت حاجة، وسعي دايرة معلوماتك. انت عندك معلومات معينة من موضوع معين، اقري اكتر، اعرفي اكتر، ثقفي نفسك اكتر في المجال ده، عشان تحولي الحديث والمناقشة بينكم من ان احنا بنقول معلومات، انت تقولي معلومة وهو يقول معلومة وكده، لان هي تبقى مثيرة للاهتمام. مركز بيقول ايه، الحدث الجديد اللي حصل، كان حصل كذا، التصوير هنا كان مش عارف، المخرج هنا كان عامل اداء رائع. انا مثلا بتكلم دلوقتي على مجال الافلام، انت بقى شوفي انتوا مهتمين بمجال ايه مع بعض، يعني ايا كان المجال ايه. فدايما وسعي معلوماتك في المجال ده عشان تجذبي انتباهه اكتر. رقم 4، اهتمي وهو بيتكلم. لما يتكلم بصي في عينيه، اعملي اي كونتاكت. لما يتكلم اسمعي كويس، اسمعي اكتر ما تتكلمي، اسمعي باهتمام، ركزي في كل كلمه بيقولها، اهتمي بكلامه وبيني ده. مش ان انت تكوني مستمعه وبصه مستنيه مش عارفه مين جاي او مين معدي، لا، تبيني ان انت مهتميه بكلامه، تعلقي على كلامه تعليق ايجابي اكتر. طبعا لو مش عارفه ازاي تتكلمي وتحولي كلامك لطريقه ايجابيه، هتلاقي اللينك فوق في الاي وتحت في صندوق الوصف. رقم 5، خلي دايما كلامك يكون ايجابي، فيه تحفيز، يخليه جواه طاقه وشغف ان هو يسمع اكتر ويتكلم معاكي اكتر. هتلاقي برضو لينك الفيديو ده فوق في الاي. ابعدي دايما على ان انت تنتقديه، تقولي له كلام سلبي، تقولي له انت مش نافع، انت مش هتعرف، انت جربتها قبل كده وفشلت، انت جربتها قبل كده وخسرت، انت كل مره بتقول كده وما بتعملش حاجه. ما شاء الله، كلام كفيل ان هو لو جبل ينهار. ما تقوليش كلام خالص سلبي، خلي دايما كلامك حاول، انا متاكده ان انت هتوصل، حاول، انت ناجح، انت شاطر، انت هتقدر، انت عظيم، انا واثقه فيك، انا واثقه في موهبتك، انا واثقه انك تقدر تعمل كذا، انا ما شفتش حد اذكى منك قبل كده عملها بالطريقه اللي انت عملتها دي، انت رائع. ب3 جنيه كلام تحفيزي كده هيخليه يحس ان هو انا بتعامل مع انسانه مفيش زيها في الوجود. رقم 6، ما تخليش حياتكم واقفه على كلام مش هو الحاجه اللي دايما هتخليه منجذب ان هو يتعامل معاكي على طول، ان انتوا تخرجوا سوا على طول. بس في حاجات تانية ممكن ان هي تساعدك، زي ان انت تعملي له كيكه وتدوقها له. مش عارفه افهمك ازاي، بس الراجل بجد بيحب ببطنه. جربي تعملي كيكه، تعملي اكله، تدوقها له، طب دوق، طب جرب، طب مش عارف ايه، ده انا عاملاها بايديا، ده انا عاملاها لك مخصوص. او لو انتوا طبعا بقى متجوزين، فتجربه الطبخ مع بعض، تجربه السواقه مع بعض، او حتى تجربه التمشيه. مش كل مره لازم نبقى قاعدين في نفس المكان، ممكن ننزل نتمشى شويه، نغير جو، ممكن حتى جرب رياضه جديده مثلا. يعني جربي حاجات جديده،
مش لازم كل مرة نفس الروتين ونفس الموقف ونفس المكان ونفس الأشخاص. جربي حاجات جديدة. وآخر وأهم حاجة، دايما احترمي خصوصية شريك حياتك. دايما احترمي رغبته في ان هو يحب ان هو يكون منعزل دلوقتي، او لما يقولك انا مش قادر اتكلم يبقى هو فعلا مش قادر يتكلم. سيبيه ياخد راحته، ينعزل، يفكر كويس، وبعدين لما يرجع يتكلم معاكي قومي شوفي ايه الموضوع. الرجاله مش زينا، لما تيجي تقولي له سيبني انا مش قادره اتكلم دلوقتي هو بيسيبك، لا انت بتبقي عايزاه يزن عليكي يعرف مالك، هما العكس. فمعلش حاولي قدري رغبته في ان هو عايز ياخد جنب عادي. وبس كده، دول كانوا 7 نقط يساعدوكي ان هم يخلوا كلامك قد ايه يبقى شيق، قد ايه يبقى ممتع، وقد ايه الشخص اللي انت بتحبيه او جوزك يحب ان هو يخرج معاكي ويفتخر بيكي. وبس كده، انا كده خلصت الفيديو ده. لو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك، ولو شايفه ان هو هيفيد حد من اصحابك فما تنسيش ان انت تشاركيهم الفيديو ده كمان. ولو لسه بتتفرجي عليا فشكرا جدا على وقتك.